السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. أتمنى كذلك لكم كل الخير والسعادة. قبل أن أبدأ أتمنى أن تعملوا لي اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو وكذلك تعليق جميل سيسعدني ذلك كثيرا. قصة اليوم هي عن واحد القصة جميلة. أعجبتني القصة وأحببت أن أشاركها معكم. هي قصة لواحد شخص سويدي ويشتغل كان يشتغل في الكنيسة أو إنه قسيس يعيش في الكنيسة. هذا الرجل دين قسيس مسيحي، يعيش في الكنيسة أو ينتمي إلى الكنيسة. واحد كان واحد الإنسان اللي هو واحد الإنسان عنده واحد الشخصية جميلة جدا. أنا هذه القصة اللي كنحكي لكم هي قصة حقيقية، وحقيقية اللي هذا الشخص هذا اللي كنحكي لكم عليه أنها قصة وقعت حقيقة وقصة واقعية. هذا الشخص هذا كان كيعيش عادي جدا كي أي شخص يعيش في دولة السويد. وفي يوم من الأيام كان يمشي الكنيسة، يجي البيت ديالو عادي كأي إنسان كرجل دين، كيمشي للكنيسة كيرجع. واحد النهار واحد الوقت جاه في يوم من الأيام، جا عنده واحد السيد كترى من عنده واحد الغرفة في البيت. هذاك السيد اللي كترى من عنده واحد الغرفة في البيت يعيش معه، جا باش يعيش معاه. هذاك الشخص هو أصله من المغرب، أصله هو واحد شخص مغربي اسمه عبد الله. وكان هذاك الشخص جاء اكترى من عنده الغرفة وكان ينتظر قرار اللجوء. تقدم بطلب للجوء في السويد وينتظر قرار، أن يصدر القرار لكي يستطيع أن يأخذ يكون كلاجئ في دولة السويد. بالفعل اقترى منه الغرفة. فديك الأيام ذاك الوقت مرض القسيس، أصيب بمرض، وذاك المرض خلاه ياخد ينعس واحد الوقت طويل في السرير، لا يتحرك ولا وكان معه هذا الشاب المغربي الذي جاء اقترى من عنده الغرفة. الشاب المغربي بالطبع هو شاب مسلم. شاف هذاك الانسان، هذاك السيد اللي هو هذاك القسيس اللي هو واحد الانسان مريض عاجز، وبقى اهتم به من جميع النواحي، من الاكل والشرب واللبس والاستحمام وكل اي شيء، كل شيء. القسيس بقى يتعجب من تصرف هذا الشاب المسلم، وكان يراه كيوصل وقت الصلاة الشاب المسلم أي أو عبد الله كيمشي كيصلي كي ياخذ القرآن كيقرا شي في بعض الأحيان. كتوصل صلاة الجمعة كيمشي كيصلي الجمعة. المهم المغربي بقى مهتم عبد الله، بقى مهتم بهذا الرجل هذا حتى تعالج وتشافى من المرض ديالو. بقى كيتكلم معاه، ولاو اصدقاء. القسيس ما نساش الخير ديال الشاب المغربي عبد الله، ولا عزيز عليه، عنده واحد المعزه خاصه في قلبه، كيحسبو بحال من الابناء ديالو. هاد الشاب واحد النهار هو يسولو، كان معاه الشاب القسيس، جالسين في واحد الجلسه مع بعضهم. هو يسولو المغربي، قال لي لماذا زعما نتايا كنشوفك ما تنشوفش انك لا اراك تصلي في البيت. قال لي كيف زعما اصلي في البيت؟ قال لي بحالنا حنا المسلمين حنا كنصليو 5 الاوقات في البيت، ما كنقطعوش. احنا زعما عندنا الصلاه كنصليو في البيت، نصليو في المسجد، كنصليو فين ما كان حنا كنصليو، ماشي ما عندناش خصنا كنتظروا شي حاجه. جاوبوا القسيس قال لي انا اصلي كذلك، قال لي وكنصلي في الكنيسه وما كنصليش انا في البيت. المهم بقاو كيتناقشوا مع بعضهم، الهضره كملات وسالات، صافي الكلام انتهى. والرجل القسيس رجع للعمل ديالو، رجع للكنيسه فين كان، وبقى مع الشاب المغربي إلى أن جاءه الجواب اللجوء الذي تم رفضه من طرف السلطات السويدية وتم ترحيله إلى المغرب. بقي أنا في هذيك الأثناء اللي كان مع الشاب المغربي، واحد النهار سألوه القسيس، قال له أنا أريد أن ألتقي ب نمشي معك المسجد
اللي كتمشي تصلي فيه الجمعة، والتقي ب واحد شي شخص ما أو الإمام المسجد أو المكلف بالمسجد باش نتكلم معاه. خداه المغربي يعني عبد الله، أخذه معه إلى المسجد وعمل له لقاء مع الإمام أو المسؤول عن المسجد، وسولوا جميع الأسئلة التي يريد أن يعرف يعني الإسلام. تركه مع ذلك الرجل، وعبد الله ذهب إلى حال سبيله وتركه مع الرجل يسأل كل الأسئلة التي يريد. بعد ذلك يعني كما قلت حصل ما حصل، وتم يعني رفض طلب اللجوء بالنسبة لعبد الله، ورجع في حالته لبلاده يعني للمغرب. بقي القسيس على حاله ذلك، رجع لحياته كما كان، ولكن بقى يعني يتساءل يعني السؤال اللي يسألوا ليه اللي سألوا لي عبد الله، سؤال اللي طرح عليه عبد الله أنك تصلي وتقول احنا نصلي كذا وكذا في الإسلام، وشرح لي الإسلام ومشى عند السيد وشرح ليه. بقى هذاك الشيء، هذه الأشياء كلها بقى كيفكر فيها مدة طويلة، هو كيفكر فيها إلى أن قرر أنه اقتنع بالإسلام وقرر أنه يدخل الإسلام. مشى بالفعل، مشى عند إمام المسجد وأعلن الإسلام ديالو، ولكن رجع للكنيسة حيث لأنه كان لا يستطيع أن يعني يظهر إسلامه أمام أصدقائه والناس اللي كيعرفون في الكنيسة. كان شيء صعب جدا أنه يظهر إسلامه للناس، لدوك الناس اللي معاه في الكنيسة. بقي على حاله يعني كقسيس بالنسبة لهم كقسيس، ولكنه كان هو رجل مسلم دخل الإسلام، حتى أنه يحكي أنه صام رمضان وهم لا يعلمون أنه صام رمضان. وكان يعني بالنسبة إلى بالنسبة إليه شيء صعب جدا أن يصوم رمضان، لأنه أول رمضان في حياته، وبما أنه كان بعض الشيء كبير في السن يعني تجاوز 60، كان يعني بالنسبة له شيء صعب. بعد الشيء أن كان هذا الصيام صعب بالنسبة لي، لأنه أول مرة في حياته يقوم بذلك. بقي على حاله ذلك إلى أن قرر في يوم من الأيام أنه لا بد أن يترك ذلك البلد ويأتي ويسافر المغرب لكي يستقر في بلد مسلم. يعني مشى حكى الأصدقاء ديالو، الأصدقاء الناس اللي معاه في الكنيسة، قال لهم أنا سوف أبيع زعما سوف أهاجر وأذهب إلى المغرب. بقاو عليه المغرب يعني بلد يعني لا يستحق منك الهجرة. ممكن أن تذهب إلى إسبانيا، يمكن أن تذهب إلى هذا البلد في أوروبا، وهو كان يعني بالنسبة له أنه يجب أن يذهب إلى المغرب إلى بلد مسلم لكي يعني يحسن من إسلامه، من حسن يعني هو مسلم حقيقي، ولكن يريد أن يعرف أكثر عن المسلمين والإسلام. بالفعل باع جميع ممتلكاته في بلده، وهاجر إلى المغرب لكي يستقر في مدينة تطوان. استقر في مدينة تطوان، وبعث برسالة إلى يعني المسؤول عن الكنيسة في السويد ليعلمه أنه لم يصبح قسيسا، وأنه قد دخل الإسلام. ويعني حكى لي الحكاية أنه لم يعد مسلما وأصبح، ولم يعد عفوا لم يعد مسيحيا كما كان، ولم يعد قسيسا، فقد دخل الدين الإسلامي أو صحح يعني عقيدته المسيحية بالدين الإسلامي. دخل هذا الشخص يعني بقي هنا في تطوان في المغرب، وبالفعل قامت الكنيسة في السويد بأن بعثت له سيدة يعني لكي تقنعه أن الشيء الذي قام به لا يصح، وأنه يجب أن يعود إلى بلده وإلى كنيسته، وأن يتخلى عن الدين الإسلامي، الشيء الذي هو كذلك رفضه، وقال لها أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه مقتنع بكل ما قام به. وبالفعل يعني لم يخرج من دين، يعني لم يغير الإسلام إلى حد الآن. ويعني هو قال سوف أسافر إليكم في السويد لكي ألتقي بأصدقائي وأحكي لكم قصتي كلها. هو بالفعل سافر إلى السويد وحكى لهم جميع الأشياء، جميع يعني كيف أسلم وشنو السبب وهذا بالسبب وكل شيء، يعني القصة كاملة. وهم يعني في الأخير كانوا كلهم رافضين، ومن بعد تقبله البعض ورفضه البعض، وعاد بعد ذلك إلى المغرب لكي يستقر في بلده الثاني المغرب. هذه القصة أنا أعجبتني كثيرا، لأن
أخلاق المسلمين، إذا يعني يمكن أن تدخل، يعني يمكن أن تجذب الكثيرين لدين الإسلام، أو لكي يدرسوا ويقتنعوا به، سواء اقتنعوا به أو لم يقتنعوا. المهم أنهم يدرسوا دينا آخر، يتعلموا منه. يمكن يدخلوا الإسلام، علاش لا؟ ويمكن ما يدخلوش، ولكن يعرفوا أن هذا هو الدين الحقيقي، أن المسلمين عندهم واحد أن الدين الإسلامي هو دين تسامح ودين محبة بين الجميع، وأن الأخلاق الإسلامية ممكن أن يعني تخلي بزاف الكثير من الأشياء أنك تغير في حياتك. كذلك الشيء الذي استغربت له هو أنه، يعني ولا استغراب مما يقدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أن هذا الإنسان كان يعني مكتوبا له أن يكون مسلما، وكان السبب في إسلامه، وذلك الشخص الذي ذهب من المغرب إلى هناك والتقى به، وكل هذه القصة لكي في الأخير يكون إنسان، يعني هذا الرجل يدخل إلى الدين الإسلامي بسبب، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك كان السبب هو ذلك الشخص الذي ذهب إليه، وذلك المغربي المسلم الذي التقى به في السويد وعاش معه في بيته. كذلك ذلك الإنسان، يعني المغربي الذي كان هناك، يعني نتمنى من أن نطلب من الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته. يعني الإنسان دائما لا يجب أن يعني ما لا يجب أن يعني ما يقللش من أي عمل يقوم به. أي عمل قمت به وأردت به وجه الله سبحانه وتعالى، إلا وكان الله سبحانه وتعالى كيجازيك عليه أحسن الجزاء وأفضل الجزاء. والله سبحانه وتعالى لا يبخل على أحد، بل هو الكريم الذي يعطي ولا ينتهي عطاؤه. أنا قصة عجبتني وفيها الكثير من العبر، وأتمنى كذلك أن تعجبكم أنتم كذلك.